ازيكم يا اصدقاء؟ الفيديو ده هنتكلم عن اهمية المحتوى القصير اليومين دول، وهقول لكم الدليل الشامل عنه وعن مونتاجه بطريقة احترافية. طيب ليه المحتوى القصير بقى مهم جدا دلوقتي؟ والرد على السؤال ده هيتلخص في 4 نقط، واولهم ان هو بيشد انتباه المشاهدين، بمعنى انه في وسط قلة التركيز اللي دايرة اليومين دول المحتوى القصير بيعرف يشد انتباهك ويخليك تقف قدامه وتشوف. النقطة التانية ان المحتوى القصير بيزيد من التفاعل عند صانع المحتوى ذات نفسه، بمعنى ان هو بيظبط الريتش في الاكونت عندك وبيرفع التفاعل بصفة عامة، سواء لايكس بقى ومشاركات وزيارات وهكذا. وتالت نقطة ان هو بيحسن نتائج العلامات التجارية، بمعنى ان المحتوى القصير بيساعد في نشر وتوزيع رسائل اصحاب البيزنس او الشركات الكبيرة. اخر نقطة بقى ان هو بيساعد على زيادة المبيعات، بمعنى ان انت ممكن تستخدم المحتوى القصير كأداة مهمة جدا عندك لزيادة المبيعات، سواء انت بتقدم خدمة او بتقدم منتج، وده ينطبق عليك لو انت كمان صاحب براند. طيب ازاي نعمل محتوى قصير احترافي؟ وده هيتلخص سريعا في الخطوات الجاية، واولهم مرحلة التخطيط، وفي المرحلة دي بنحدد الفكرة او الهدف من الفيديو. وتاني مرحلة هي التصوير، وهنا بنصور اللي خططنا له من شوية، وطبعا بنستخدم في مرحلة التصوير الادوات المتاحه عندنا، وكده كده التطوير هيجي مع الوقت. وبعد كده بقى بنخش على مرحله الترتيب، ودي المرحله اللي بتبقى ما قبل المونتاج، وهنا بنرتب ونحدد المشاهد والاضافات والمزيكا بتاعتنا واللي هنستخدمهم في الخطوه الجايه. واخر خطوه معانا وهي التعديل، وهنا بنستخدم فيها اي برنامج مونتاج متاح بالنسبه لنا وسهل بالنسبه لنا، وبنبتدي بقى نقصقص ونلزق ونخلص كل ده براحتنا. واهم حاجه وسط كل ده ان احنا نهتم بالمؤثرات الصوتيه والبصريه، ولو انت بتستخدم مزيكا حط مزيكا مناسبه للنوع بتاع المحتوى بتاعك. واهم شيء ان انت ما تنساش تحط كابشنز على الفيديو بتاعك، يعني الكلام اللي انت بتقوله وانت بتقوله يبقى بيتكتب على الشاشه كده. وطبعا في برامج واضافات بتسهل عليك موضوع الكتابه على الفيديو بطريقه اوتوماتيك، ومنهم الاضافه اللي اتكلم عليها الجميل محمد عادل، وهتلاقوني سايب لكم لينك الفيديو بتاعه في الديسكربشن بوكس تحت، هتلاقوا فيه الطريقه وازاي نستخدمها. واخيرا هقول لك كام نصيحه كده يعتبروا منطقيين، بس دول هيغيروا من طريقه انتاجك للفيديوهات بتاعتك. اولا التركيز على الجوده، يعني حاول تطلع اقصى جوده ممكنه من الادوات اللي في ايدك، وما تنساش ان المفتاح السري لجوده التصوير هي الاضاءه. وبرده ما تنساش تهتم تطلع جوده الصوت جوده كويسه ومقبوله، لان الصوت لو طلع وحش ما اعتقدش ان في حد اساسا هيقدر يتفرج على الفيديو. تاني حاجه هي ان انت وانت بتصور تحاول تنوع من اللقطات اللي انت بتاخدها، يعني تحاول تاخد لقطات واسعه، لقطات ضيقه، لقطات قريبه، لقطات بعيده. المهم في وسط كل ده ان هو يكون بيخدم على الفيديو بتاعك عشان تعرف تستخدمهم في مرحله المونتاج. وما تنساش تخلي الفيديو مشوق في اوله، بمعنى ان انت تحاول تشد المشاهدين باول 5 ثواني في الفيديو، وده عن طريق عنصر تشويق تحطه في الفيديو. اخر حاجه ما تنساش تشارك المشاهدين معاك، بمعنى ان انت تخلي المشاهدين يعملوا اي اجراء على الفيديو بتاعك، يعني مثلا زي ان انت بتاخد رايهم في حاجه ومستني ردهم في الكومنتات، او سايب لهم سؤال ومستني منهم الاجابه في الكومنتات، وهكذا. وفي الختام يعتبر المحتوى القصير باب قوي جدا اليومين دول في التواصل والتسويق، ومن خلال خطوات بسيطه جدا في المونتاج تقدر تعمل محتوى احترافي يشد انتباه المشاهدين ويحقق اهدافك. ولحد هنا ويكون فيديو النهارده خلص، وشكرا جدا لو كنت بتتفرج عليا لحد دلوقتي. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان الفيديو يوصل للي محتاجه، ولو احتجتوا اي شيء قولوا لي في الكومنتات، ونتقابل الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.